كاع العرب شجعوا المنتخب المغربي في كأس العالم، فرحوا معنا وبقى فيهم الحال ملي ما خديناش الكاس، باستثناء الشعب الجزائري اللي فرح ملي المغرب تقصى في نصف النهائي. ما بغاوناش نتأهلوا وفضلوا يشجعوا المنتخبات الأجنبية ضدنا، عكس الشعوب الأخرى اللي كانت مساندنا طوال البطولة، وحسينا بهم كيشجعوا المنتخب وكأنهم مغاربة تزادوا وعاشوا في المغرب. عمري ما حضرت كورة، لكن من أجل المغرب صرت أحضر الكورة وأنا برفع راسي. كل التحيات لشعب المغرب. احنا بنموت في المغرب كفلسطينيين، بنسهر الليل عشان نحضر المغرب. الشعب الجزائري بوحدو اللي ديما خارج من الجماعة، ما فهمناش واش هادشي كامل حسد فيهم حيت هما ما تأهلوش لكأس العالم ولا كاين شي سبب آخر تما. في هاد الفيديو غادي نعرفوا واش بصح الجزائريين ما كيحملوناش، والجواب غادي يكون صادم. كمل معايا الفيديو حتى الاخر. العلاقة بين المغرب والجزائر متوترة هذه سنوات بسبب بعض المشاكل السياسية بين الدولتين، هادشي كلشي عارفو. ولكن مؤخرا ولينا كنلاحظوا بلي حتى واحد الفئة من المغاربة والجزائريين بداو كيتبادلوا عبارات السب والشتم وكيخلقوا نوع من العداوة في مواقع التواصل الاجتماعي. هادشي كتساهم فيه حتى بعض الجرائد الإلكترونية اللي كتلقى بحال هاد المواضيع محط اهتمام العديد من المتعصبين اللي كينهالوا على بحال هاد المنشورات الساخرة أو المعادية بالتعليقات وكيتفاعلوا معها بشكل كبير. وبما أننا قلنا بأن هاد الجرائد هي إلكترونية، فراه داكشي اللي كينطبق على صناع المحتوى والقنوات الموجودة على الإنترنت كينطبق عليها حتى هي، بحيث كتقلب على الأخبار والأحداث والمنشورات اللي غتجيب لها أكبر تفاعل ممكن، بغض النظر على التأثير اللي غادي تدوزو لينا واش سلبي ولا إيجابي. للأسف هاد الفئة المتعصبة غدا وكتكبر، وكانت ضحية سهلة لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي. هادشي كيخلي الصفحات والمواقع يزيدوا يخرجوا لهم مثل هاد الأخبار اللي هما مهتمين بها، حيت مواقع التواصل فيها العرض والطلب. ملي كتولي تطلب انت واحد المحتوى وكتقلب عليه غير هو، فبطبيعة الحال الإعلام وصناع المحتوى والمواقع غادي يزيدوا يعرضوه عليك كتر وكتر. إلا كتقلب على التفاهة غادي يغرقوك بالمحتوى التافه، ما تجيش تشكى من بعد وتقول علاش هما ما كينشروا لينا غير التفاهة، حيت ببساطة حنا اللي طلعناها. والنهار اللي غادي نتجاهلوا فيه حنايا التفاهة والسلبية وغادي نقلبوا على شي حاجة إيجابية باش نسمعوها، غتلقى نفس الصحف كتمشي معنا في الخط وكتنشر لينا داكشي اللي حنا باغين. هي ما عندهاش الغرض بأنها تنشر لينا المحتوى السلبي بحد ذاته، ولكن الغرض عندها بالناس اللي كيتفاعلوا معاه. السلبية راه ماشي غير هي بوحدها اللي كاينة في المجتمع ديالنا، لا، راه كاين الإيجابي ما يشوف غير الأضواء على من مسلطة. في المجتمع ديالنا الأضواء مسلطة على داكشي اللي سلبي، داكشي علاش حنا كيصحاب لينا باللي غير هو اللي كاين. نفس الشيء كينطبق على الموضوع ديالنا. الصحافة وراتنا غير الجزائريين اللي بغاو المغرب تخسر، ما وراتناش الجزائريين اللي شجعوا المغرب في هاد كأس العالم، واللي هما كتار بزاف وكتار حتى من الناس اللي ما شجعوناش. تحية المغرب، تحية ولاد المغرب، فرحتونا يا ولاد المغرب، الله يعطيكم الصحة يا ولاد المغرب. تاع اليوم عمري لا فرحتها. الجزائريين اللي ما شجعوناش راهم حتى هما بدورهم تاثروا ملي شافوا ديك الفئه اللي شمتات فيهم اللي ما تاهلوش لكاس العالم. دونك هادشي ولا عباره عن واحد السلسله، وخلى كل واحد متعصب سواء مغربي او جزائري عنده مبرر لتصرفاته، حيت غيقول لك باللي راه الاخرين هما اللي كيسبونا وداروا لينا، والطرف الاخر كذلك غيقول لك حتى هو باللي راه هما اللي كيسبونا وعايرونا وداروا لينا، وكل واحد عطى مبررات للاخر. وغادي نختموا هذا الفيديو بالكلمة اللي قال جلالة الملك محمد السادس حول هذا الموضوع في خطاب العرش. يخص الادعاءات التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها بطريقة غير مسؤولة يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين، ونحن لم ولن نسمح لأي أحد بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا. فإلا كنتي نتايا وطني لهاد الدرجة وكتعتز بالمغربية ديالك وكتبغي بلادك والملك ديالها كيف كتقول، فعلاش غادي تاخد اللي بغيتي وما تاخدش منه هاد الموقف؟ إذا الإخوان نراجعوا نفسنا وما نتبعوش الناس اللي كتنشر الفتنة بين المسلمين، ونوعاو باش ما نبقاوش الريح اللي جاي يدينا.